بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد وغسالة جديدة من قناة محمد الحمراوي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نعمل عمرة بيلي وأويل سيل للغسالة اللي قدام حضراتكم دي غسالة زانوسي إليجانس. طبعا البلي فيه مشكلة وصوتها عالي جدا جدا، وطبعا باين على الحلة كده زي ما حضراتكم شايفين. ففي الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نفك جميع أجزاء الغسالة الزانوسي الإليجانس اللي قدام حضراتكم دي. طبعا هي البودي بتاعها زي البودي الأكوا بالظبط، قطعتين أو جزء أمامي وجزء خلفي. لو لاحظنا هنلاقيها يعني نفس الغسالة الأكوا بالظبط. ولكن الاختلاف طبعا ان الغسالة الاكوا بتايمر والغسالة دي بكارتة. طبعا برضو كمان الاختلاف في الحلة. يعني في اختلاف ولكن مش اختلاف كبير جدا بين الغسالتين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، اول حاجة بنعملها ان احنا بنفك الجزء الخلفي للبودي علشان نقدر نفك جميع اجزاء الغسالة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ان السير كان واقع نتيجة في بوش في الحلة. طبعا من المعتاد او المعهود ان الغسالة لما بيكون فيها بيلي طبعا بتكون منزلة مية بصدى كده على الجزء الخلفي للحلة. ولكن في الغسالة دي طبعا العميل اول ما سمع الصوت متغير وقف الغسالة. ولكن طبعا هي الغسالة وقفت بنفسها لان السير كان وقع، فلقى الحلة مش بتلف فاتصل على طول. وده كان يعني في مصلحة العميل. المفروض طبعا ان اي واحد بيقتني جهاز، المفروض طبعا اول ما يسمع فيه صوت متغير عن صوته الطبيعي المفروض يوقف الجهاز ويتصل يعني فورا بأقرب فني ليه، او يتصل بالشركة علشان المشكلة ما تكبرش وعلشان ما يحصلش حاجة في الحلة او الموتور ينزل عليه مية فيتحرق. يعني دي حاجة أساسية المفروض إن إحنا نكون واخدين بالنا منها في الغسالات. ما نسيبش الجهاز لحد شهر واتنين وتلاتة لحد ما يقف خالص، ونرجع بعد كده نتصل بالفني ونقول له أصل صوته كان عالي بقاله شهرين وتلاتة. فالصح طبعا ان احنا والأأمن للجهاز، لان طبعا في الوقت اللي احنا فيه الأجهزة غالية جدا جدا. فعلشان ما نخسرش الجهاز او يحصل فيه مشكلة، فاحنا نلحق المشكلة وهي لسه في البداية. فاول ما نسمع الصوت متغير نتصل على طول بأقرب فني. ده الموتور طبعا بيبقى مربوط بمسمارين 8، بنفك المسامير دي ونبتدي نحرر الحلة من الكاوتشات، كاوتشة الصرف وكاوتشة الفايز. وبعد كده بنبتدي نحل المساعدين كده ببنزة كده، نفك المساعدين علشان احنا كل ده بنعمله علشان نحرر الحلة علشان نخرجها برا الغسالة. وده طبعا شكل الغسالة بعد ما فكينا النص الخلفي للبودي. دي طبعا كاوتشة الدرج، بنفكها برضو ببنزة بتبقى مربوطة بقفيز كده. ونبتدي برضو نفك كاوتشة الباب علشان نخرج الحلة. ودي طبعا السوست اللي بتبقى شايلة الحلة، بنخرجها من مكانها كده، بنرفعها بنفك علشان تبقى سهلة الخروج معانا.
زي ما قلت لحضراتكم يعني الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. يعني مفيش صعوبة مع التكرار ومع مشاهدة الفيديوهات دي طبعا. هتخليك تقدر تصين جهازك بنفسك، ولو حضرتك فني مبتدئ أكيد طبعا هتستفيد من الفيديوهات دي. فأرجو من حضرتك إن أنت تتابعنا علشان يصل لحضرتك كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وكده الحلة خرجت معانا من البودي. هنبتدي بقى إن إحنا نفك الحلة، لأن الحلة برضو هي كمان بتبقى جزئين، بتبقى مثبتة بمسامير 8. هنبتدي برضو إن إحنا نفك المسامير دي كلها علشان نوصل للبلي. دي المسامير دي كلها اللي هي مثبتة الجزئين او النصين الحلة في بعض. هنبتدي ان احنا نفكها علشان ما اطولش على حضراتكم، وارجع لحضراتكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا فكينا جميع المسامير اللي بتبقى مثبتة الحلة. ودي الحلة الاستانلس من الداخل. هنبتدي بعد كده ان احنا نفك الطارة بمفتاح 17. بتفك معانا كده بكل سهولة. وهنبتدي طبعا في معظم الأحيان الطارة بتبقى ماسكة في الأكس. هنبتدي نخرجها، وطبعا لما البلي بيكون تالف يا جماعة بيكون ماسك على الأكس جامد، فبيبقى معانا حاجة رفيعة كده صلب بندخلها في جوه الأكس وندق عليها علشان الأكس يخرج من البلي. ومع مراعاة طبعا الحاجة اللي احنا هندق عليها دي يعني ما تبوظش السن اللي بيتربط فيه مسمار الطارة، علشان لما نيجي نغير البلي ونيجي نربط تاني يربط معانا المسمار بكل سهولة، ما نبوظش السن بتاعه، علشان ما نضطرش ان احنا نعمل قلاوز جديدة او نوديه مخرطة. فنخلي بالنا من الحاجات دي يا جماعة. طبعا حضراتكم شايفين ده الشكل الأكس أو الصليبة الداخلية للغسالة. طبعا الظرف بتاع البلي ماسك في الأكس، والصدى اللي كنا بنتكلم عليه يعني خرج في الداخل زي ما هو باين قدام حضراتكم. بنبتدي طبعا ان احنا نصنفر الاكس كده يعني بصنفرة ناعمة، بلاش تكون صنفرة خشنة علشان ما تاكلش الاكس. احنا طبعا بننضف الاكس كده علشان نقدر نخرج الظرف بتاع البلية دي. طبعا بنحط شوية زيت او شحم علشان يمشوا الظرف ويخرج معانا بكل سهولة. ده الزيت طبعا زي ما قلت لحضراتكم بنحط قدام الظرف كده ووراه، وبشاكوش صغير نحرك الظرف كده قدام وورا يخرج معانا بكل سهولة. وطبعا مش في كل الأحيان البلية بتخرج معانا كاملة، ممكن تخرج كاملة وممكن تخرج بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. فما نقلقش خالص، ننضف الأول الصدى اللي قدام الجلبة دي، ونبتدي ان احنا نحرك قدام وورا علشان تخرج معانا بكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين كده هنبتدي ان احنا ندق عليها كده واحدة واحدة، بتبتدي تتحرك معانا زي ما حضراتكم شايفين. ونبتدي ان احنا ننظف مكانها علشان طبعا احنا كنا بندق عليها للخلف، بعد كده هندق عليها للامام علشان تخرج معانا. نصنفر كده الجزء اللي كانت واقفة عليه
احنا طبعا يعني بنعمل عملية صنفرة خفيفة جدا جدا، بناكل بس الصدى، مش بناكل في الاكس خالص. ونبتدي بالشاكوش كده واحدة واحدة، بتخرج معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا طبعا يعني لو الفيديو طويل شوية، ولكن الحاجات دي طبعا بتقابلنا في الشغل، عايز حضراتكم تستفيدوا منها. ده طبعا الاكس الحمد لله سليم، ما فيهوش اي تآكل ولا اي حاجة، علشان كده احنا مش هنستبدله. انما طبعا احنا لما بنلاقي الاكس متآكل بنغير او بنستبدل الصليبة على طول. وبالطريقة دي طبعا بنحاول ان احنا نخرج البل زي ما حضراتكم شايفين كده، البلي طالع بايظ خالص. وده الشكل العام للحلة من الداخل. وهنجيب بلي جديد طبعا، ونبتدي ان احنا واحدة واحدة كده، والدق يكون بطريقة احترافية علشان ما نبوظش البلية. احنا طبعا بصباب كده، الصباب بيبقى واخد البلية كلها، نبتدي ندق عليه كده واحدة واحدة لحد البلية ما تبات مكانها. وده القلسيه طبعا يركب بدون دق خالص عليه كده بالايد. ودي البلية الخارجية برضو بتركب بنفس الطريقة. حضراتكم لو تلاحظوا ان الصباب واخد البلية كلها. ونركب الحلة، ونبتدي نلف كده واحدة واحدة، ونجمع المسامير تاني زي ما فكينا بالظبط. ودي طبعا شكل الحلة بعد التقفيل. انا طبعا يعني بحاول ان انا اختصر على قد ما اقدر في الفيديو علشان ما اطولش على حضراتكم. بحاول اديكم المعلومة المفيدة فقط. ونبتدي ان احنا نعلق الحلة تاني مكانها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. بكل سهولة يعني قدرنا ان احنا نفك اجزاء الغسالة ونجمع تاني بطريقة سهلة وبسيطة. يعني اعتقد ما فيهاش اي صعوبة على اي حد خالص. يعني اي حد عنده غسالة اكوا او غسالة اليجانس زي دي كده، عايز يعمل عمرة بيلي، انا على ما اعتقد يعني ان هو لو سمع الفيديو ده هيعملها بكل سهولة وبكل اريحية. نبتدي طبعا نركب المساعدين تاني مكانها وكل الكاوتشات، وبنركب الموتور طبعا تاني بالمسمارين التمانية. ونبتدي نجمع التوصيلات، نركب فيشة الموتور، ونركب أطراف السخان. ودي طبعا الغسالة دي زي الغسالة الأكوا، مش بنحتاج ان احنا نفك الضفيرة كاملة، ولكن احنا بنفك بس فيشة الموتور والسخان والترموستات. مسمارين 8 بنجمع الموتور زي ما كان. طبعا لو حضراتكم اول مرة تتابعوني، يا ريت ان انتوا تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. انا كنت منزل طبعا برضو قبل كده على القناة يعني عمل كام عمرة بلي لغسالات مختلفة، زانوسي 18 والاكوا والكريازي ومجموعة من الغسالات. فاحنا طبعا يعني اي معلومة مش بنخفيها على حضراتكم. ودي طبعا الكاوتشة
زيها زي الغسالة الأكوا بالظبط. نبتدي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نوصل فيشة الموتور واطراف السخان. وبكده يبقى انتهينا من كل التوصيلات، ونركب السير بتاعنا. طبعا يعني بعد عمرة البلي دي الصوت هيختلف تماما، والثبات بتاع الغسالة هيختلف. وده طبعا انا بجرب الغسالة وده صوتها بعد ما عملنا عمرة البلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.